على فكره باباكي ومامتك اللي سموكي مش انا، فانا ماليش اي ذنب ان انت تعصبي عليا. انا بقول لك يا نورهان عشان انت اسمك نورهان، مش عشان قصدي اشتمك. هات اي بنت في مصر قول لها بقول لك يا نورهان، تقول لك ايه نورهان؟ لا ما تندهليش يا نورهان، قول لي يا نور. انا اصلا مش عايز اعرفك تاني، انا اعرفك ليه بعد كل الحزق ده؟ وعشان كده هقول لك على حاجات اما تتخانق مع اي بنت اسمها نورهان تعملها، ولا تتعصب ولا اي حاجه يا باشا. انت تقول لها معلش يا نورهان انا اسف يا نورهان بجد ما كانش قصدي ان انا اضايقك يا نورهان، انت عارفه ان احنا كلنا يا نورهان بنحبك. ماتت من اول نورهان. تيجي بقى تتعرف على بنت ثانيه هيكون اسمها مريم، فتقول لها ايه يا مريم عامله ايه؟ تقول لك على فكره ما اسميش مريم، يعني اسمي مريم. يا بنت انت مجنونه ولا انت صاحبه نورهان ولا انتوا مالكم يا جماعه؟ انتوا في ايه بالظبط؟ تخش بقى على الاسم الاصعب، الكاتيجوري الاصعب، صاحب بنت اسمها روان، وتقول لها شفت يا روان اللي حصل مع مريم ونورهان اللي انا كنت مصاحبهم قبلك؟ تقول لك على فكره ما اسميش روان اسمي ريوان. فتفكك منها تصاحب واحده ثانيه اسمها ريوان، تقول لها بقول لك ايه يا ريوان؟ تقول لك ما اسميش ريوان اسمي روان. يعني انا خلاص انا ضايع عمري الجاي تمام عشان انده عليكي، ما ممكن ابعت لك مسج عادي، يعني الموضوع سهل. احنا شعب ما نعرفش ندلع بعض اقسم بالله، يعني ما فيش حاجه في العالم اسمها حماده، اسم مقرف جدا. اسمه يعني تخيل انت بتقول لراجل مثلا عنده 50 سنه يا عم حماده، يعني ده هيروح ازاي؟ طب هيؤمر عياله، هيقول لعياله ذاكروا ازاي بعد كده؟ هو اسمه حماده. المشكله في ناس اسمها حماده فعلا مش دلعهم. وهقول لك مواصفات هتلاقيها دايما عند اي حد اسمه حماده. اولا هتلاقيه لما بياكل فتة الشاورما بياكل ربع الطبق وبيسيب الباقي، ليه؟ لان هو حماده قوي في نفسه، انت فاهم؟ هتلاقيه مثلا لما بيروح الجيم بيتمرن بس ما بيعملش فورمه، ما تفهمش ليه، هو عشان حماده مش عشان اي حاجه ثانيه. في بقى دلع مثلا اسمه حمام، يعني اي حد اسمه محمد تقول له يا حمامه صباح الفل يا حمامه، هو حمامه ليه يا ابني؟ هقول لك نصيحه، اي حد اسمه حمامه غالبا هو اللي بيبقى في الاول اسمه حماده، غالبا هو اللي في الاول بيبقى متجوز بنت اسمها نورهان، خلفوا بنت اسمها روان، فاهم؟ فالبنت دي خووها بريوان. بقى في اسامي بتخوف قوي، يعني عارف انت اللي هو كوثر، انت لو مامتك اسمها كوثر ما ينفعش تندهلها قبل ما تنام، صدقني هتحلم بحاجات غريبه، هتحلم بنورهان وبريوان وبالحاجات كلها اللي فاتت دي هتتعب. كنت معاكم انا اسمي احمد حسام مش شهير بحماده. لا مش اعلان، بس انا جبت ساعه فحبيت اوريها لكم.